فيلمنا بيتكلم عن ولد بيخالف رغبة جده وبيجري ورا حلمه وإنه يكون طباخ مشهور، وبيدخل مسابقة للطبخ واللي هيكسب فيها هتكون الجايزة مليون دولار. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. فيلمنا بيبدأ مع العجوز هاو، طباخ محترف ومعروف بأكلة معينة هو اللي عاملها، لكن المطعم زباينه قلت وكان على وشك الإفلاس. وده حفيده مارك، موهوب في الطبخ وبيساعد جده وعاوز يكون شيف مشهور، لكن جده عاوزه يطلع مهندس. في يوم جده بيقع على الأرض وبيودوه مستشفى، والست دي هي المساعدة بتاعته وبتعتبر واحدة من العيلة. بتقول لمارك إن جدك اتصدم لما عرف إنهم ممكن يقفلوا مطعمه لو ما دفعش الإيجار متأخر، فبيقرر إنه لازم يجمع فلوس بأي طريقة علشان خاطر جده. وهو في المستشفى بيشوف برنامج في التلفزيون فيه شيف مشهور جدا اسمه ديفيد شين. مارك بيعتبره مثله الأعلى واللي بيعلن عن مسابقة طبخ في شنغهاي، واللي هيكسب فيها هياخد مليون دولار. طبعا مارك قرر انه يدخل المسابقة، فبيروح يشوف حصلته فيها كام. المساعدة لما بتشوفه بتفكره ان جدك هيزعل منك لو عرف، لكن بيقنعها وبيقول لها ان لو ما عملش كده المطعم هيتقفل وجدي هيروح فيها، فبتوافق تساعده وبتديله فلوس من معاها كمان. بيحضنها وبيروح لشنغهاي، واول ما بيوصل المدينة بيعجبه الاكل اللي في الشارع، فبيقرر يدوق ويجرب كل الاكل. ونسي انه وراه ميعاد واتأخر على التقديم للمسابقة، فبيجري علشان يلحق، لكن بيكون التقديم قفل. لكن من حسن حظه واحد اسمه ديمتري انسحب من المسابقة، فبيدخل المسابقة باسمه. امتحان القبول كان عبارة عن عمل طبق بيض اومليت لكن مميز. من حظه السيء البوتاجاز بتاعه كان بايظ، يا دي الشغلانة. لكن بيتصرف وبيولع ورقة كانت معاه بيعمل بيها الأومليت، وفعلا قدر يعمل طبق مميز ونجح في امتحان القبول. المرحلة اللي بعدها هتقسم المتسابقين لفرق، كل فريق مكون من 4 أفراد. فريق مارك مكون من بنت يابانية جميلة اسمها كايوري، وراجل من أستراليا اسمه جون، وراجل تاني من كوريا اسمه بارك. في الجولة دي اتطلب منهم يعملوا طبق لحمة. الفرق كلها كانوا شغالين مع بعض وزي الفل، لكن فريق مارك كل واحد منهم عاوز يعمل نفسه الريس، وكايوري كانت دماغها ناشفة ومش شايفاهم أصلا. لما خلصوا طبخ كايوري كانت عاوزة تضيف الصوص بتاعها على الطبق، لكن مارك منعها وقال لها الطبق مش محتاج حاجة زيادة. الرجالة وافقوا على كلامه، لكن كايوري فضلت مصرة ومارك بيحاول يمنعها، الصوص وقع على ايده. المهم الوقت انتهى وجي وقت التقديم. اللجنة عجبها الطبق ونعومة اللحمة ودرجة سواها، وفريق مارك اتأهل للمرحلة اللي بعدها. بالليل واحدة من الحكام اسمها جوليا شافت ناس كتير متجمعين في مكان المسابقة، فراحت تشوف في ايه. لقت مارك عمل من بواقي الأكل بتاع المسابقة طبق لذيذ جدا، والكل كان ملموم حواليه وبياكل منه. لما دقت الأكل بتاعه افتكرت لما كانت صغيرة لما طلب منها تختار شيف شاطر يظهر معاها في البرنامج بتاعها، ولفت كتير جدا لكن ما كانش في حاجة عجباها، لغاية ما وصلت مطعم صغير طالع منه ريحة أكل حلوة. فدخلت لقت راجل أرمل اسمه ديفيد بيعمل أكل لابنه، فدعاها تاكل معاهم. ولما دقته عجبها جدا، ومن بعدها اتقربوا لبعض أكتر لحد ما اتجوزوا. جوليا طلبت من واحد من مساعدينها يدور على معلومات بخصوص الولد اللي اسمه ديمتري اللي مارك أخد اسمه في المسابقة. في الوقت ده هاو بيكون طلع من المستشفى ورجع للمطعم بتاعه، وبتجيله مكالمة من حفيده مارك وبيقول له إنه في رحلة تبع المدرسة ومرضاش يقول له على المسابقة علشان ما يزعلش. المرحلة التانية من المسابقة اللجنة بتدي كل فريق مبلغ ومطلوب منهم يتسوقوا بالفلوس دي في مدة لا تتجاوز 4 ساعات. كالعادة فريقهم اختلف، فقسموا الفلوس عليهم وكل واحد يشتري اللي على مزاجه. مارك قال كده كده مش هنكسب المسابقة، فخد نصيبه وقال يسدد بيه إيجار المطعم. وهو في المطار بيشوف على الشاشة الشيف ديفيد وهو بيتكلم عن قصة حياته، وإنه بدأ في مطعم صغير وقابل صعوبات كتير جدا لغاية ما بقى واحد من أشهر الطباخين في العالم. فمارك بيقرر يرجع تاني ويكمل المسابقة، لكن بيلاقي جون وكايوري بيتخانقوا لغاية ما حصل حادثة في المكان بتاعهم، وجون أنقذ كايوري والمكان بتاعهم باظ والأكل كمان. ولأن ما كانش في وقت كفاية طلب مارك منهم يعملوا أكل بالمكونات اللي لسه فاضلة معاهم، وفعلا بيوافقوا، والأول مرة بيشتغلوا سوا من غير ما يتخانقوا. الفرق التانية عملت أكلات جميلة جدا على عكس فريق مارك، عملوا طبق عادي معروف، ولما ضافوا الصوص بتاع مارك للطبق كان الطعم تحفة. فلجنة التحكيم عجبهم الطبق لأنهم حولوا طبق عادي بسيط لأكلة لذيذة.
هنا لجنة التحكيم ما كانتش بتحكم على الطعم بس، لكن على التوفير كمان، فبيعلنوا فوز فريق مارك لأنه الفريق الوحيد اللي فضل معاه فلوس على عكس كل الفرق التانية اللي صرفت كل فلوسها. فبيتأهل الفريق للمرحلة اللي بعدها، واللي هتكون عبارة عن منافسة بين الأربعة مين هيعمل أحسن طبق نودلز. كلهم بدأوا في عمل الطبق بتاعهم، لكن مارك استنى شوية وافتكر الطبق اللي والده كان بيعمله، فجات له فكرة إنه يعمل بعجينة النودلز طبق فريد من نوعه. جوليا هتحكم على كل طبق. بارك عمل طبق طعمه غريب فما نجحش، وجون طبقه كان فيه شعراية فطبعا ما نجحش. كايوري عمل الطبق كويس لكن ما خدمتش الطبق صح وقدمته بدون عيدان الأكل فما نجحتش هي كمان. لما جت عند بارك استغربت من طبقه لأنه عمل من عجينة النودلز حاجة تانية، والطبق فعلا كان استثنائي ولذيذ. وأعلنت إن الفايز هو مارك وإنه تأهل للجولة الأخيرة، واللي بتكون إنه هينافس فيها الشيف المشهور ديفيد بنفسه. في الوقت ده مساعد جوليا بيكلمها من روسيا بعد ما قابل ديمتري الحقيقي، وبتعرف إن مارك انتحل شخصية ديمتري، وبتبص لمارك وبتفتكر ديفيد وهو صغير لما اتخانق مع والده لأنه كان رافض إن ديفيد يدخل في مسابقة الأكل. لكن ديفيد وقتها عمل اللي في دماغه برضه وقدم في المسابقة وكسبها، ومن بعدها بقى شيف مشهور. وفي يوم حصلت حريقة في مطعم والده وحاول يطفيها، اتصل على ديفيد لكن جوليا ردت عليه وقالت له إنها مش هتقدر توصله بديفيد لأنه في برنامج على الهوا دلوقتي. أنا من النهاردة ما عادش عندي ابن، وإنه متبري منه ومش عاوز يعرفه تاني. لما ديفيد بيعرف باللي حصل للمطعم بيروح بسرعة لهناك، لكن مش بيلاقي أبوه ومش عارف مكانه كمان، وكمان عارف إن ابنه مات في الحريقة، فالدنيا سودت في وشه. بنرجع لجوليا واللي بتطلع عارفة مكان أبو ديفيد وبتروح له المستشفى، لكن أول ما بيشوفها بيزعق لها وبيطلب منها تبعد عنه لأنها من وجهة نظره قص المصايب. وبيدخل أوضة فيها تلفزيون وبيشوف مارك في برنامج بيتكلم عن الطبخ، فبيزعل لأن حفيده ما سمعش كلامه وبقى طباخ وكمان كذب عليه. بعدها جوليا بتروح تفهمه كل حاجة وبتعرفه إن مارك هينافس أبوه ديفيد، لكن محدش منهم يعرف الحقيقة. لكن هاو ما كانش طايقها فبيطردها. جوليا بتقابل مارك وبتعرفه إنها عرفت إنه انتحل شخصية حد تاني، وبتعرفه كمان إن ديفيد يبقى أبوه. مارك كان مصدوم من الحقيقة وفي نفس الوقت كان متضايق لأن جده خبى عليه إن أبوه لسه عايش طول السنين دي. فلما مارك اتصل عليه جده قال له أنا عملت كده علشان مصلحتك، ولام على مارك لأنه كذب عليه في حوار المسابقة. لكن مارك قال له أنا دخلت المسابقة علشان أنقذ المطعم بفلوس المسابقة. تاني يوم جوليا بتعرف إن مارك ساب الفندق اللي كان فيه ومشي، فبتدور عليه وفعلا بتقدر توصل له، وبتعرفه إن والده لسه ما يعرفش عنه حاجة وإنه هو الوحيد اللي يقدر يصلح سوء التفاهم اللي في العيلة. بعد ما بيسمع كلامها بيقرر إنه يرجع لمسابقة تاني، والمسابقة كانت عبارة عن عمل أكلة عائلية. بيقرر ديفيد يعمل 15 طبق مختلف أحلى من بعض، ودول نفس عدد السنين اللي محضرش فيهم عيد ميلاد ابنه، وقال إنه مفتقد ابنه جدا اللي خسره من 15 سنة. اللجنة اتأثرت جدا بكلامه، ولما جه الدور على مارك لجنة التحكيم ما كانتش منبهرة قوي لأن مارك عمل طبق واحد بس. لكن مارك فاجأهم وقال لهم إنه عامل الطبق ده لديفيد بس وطلب منه يدوقه. ديفيد استغرب منه، لكن بيوصل أبوه هاو وبيقول لديفيد دوق أكل ابنك، فعرف إن ابنه مارك لسه عايش وإن هو اللي بيتنافس معاه كمان في المسابقة. فاعتذر هاو لمارك وديفيد وإنه خبى عليهم السر ده طول السنين دي كلها، فبيعيطوا وبيحضنوا بعض. والتلفزيون كان بيصور والمشهد الدنيا كلها شافته. مارك أخيرا حقق حلمه وبقى شيف مشهور وبيدير مطعم جده، والعيلة أخيرا اتجمعت بعد فراق 15 سنة. ولهنا بينتهي فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك أفلامنا الجديدة.